تتشرف إدارة مؤتمر سفراء النجاح بتكريم الإعلامية نور حلمي. سافر الإعلامية نور يا جماعة، عملت مجهود جامد بره النهارده ومبذول، يعني ست مجتهدة جدا بصراحة. مساء الخير عليكم جميعا، كل الحاضرين النهارده معانا في مؤتمر سفراء النجاح من الصفر للقمه تحت رعايه طبعا اللواء مساعد اول وزير الداخليه اللواء رأفت عبد الباعث والدكتور امير الفقي والدكتوره نيفين عاطف. انا هنا واقفه وبكلمكم وعندي قصه صغيره هقولها بسرعه. بفضل الله سبحانه وتعالى اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وثانيا بشكر زوجي الدكتور احمد ممدوح مختار استشاري جراحه العظام في مصر. هو كان داعم ليا نفسيا جدا ومهنيا، والدكتور امير الفقي وقفت جنبي والدكتور نيفين عاطف. انا من 2.5 سنين بس كنت ست بيت، ست عاديه جدا متغربه في بلجيكا بقالي 22 سنه بشتغل من البيت للشغل من شغل البيت. حصل لي مشاكل نفسيه واجتماعيه كسرتني جدا، جالي اكتئاب، قفلت على نفسي. ربنا حط في طريق دكتور نيفين عاطف ارشاد نفسي ومشاكل نفسيه واسريه ومعالجه نفسيه، خدت ايدي ووصلتني بار الامان، خلتني ادخل في دراسه القران الكريم وخدت اجازه في القران الكريم عن طريق دكتور نيفين عاطف في الجزء ال30 الحمد لله من نبأ للفرق مع الشيخه، واكاديميه المعتصم في القاهره، ودرست اونلاين وانا في بلجيكا في الغربه من 2.5 سنين. خدت الاجازه. بعد كده حط في طريق ربنا الدكتور امير الفقي، قالت لي انت عندك الحمد لله موهبه في الكتابه والشعر والثقافه، بكتب شعر واغاني رومانسيه. قالت لي خشي اعلام، درست معاها والحمد لله خدت من جامعه دكتور اشرف ثابت دبلومه اعلام بدرجه دكتوراه 8 فبراير العام الماضي ده 2025. انا مش عارفه اشكرهم ازاي، وقفوا جنبي وخلوني من إنسانة لا شيء لإنسانة ليها كيان، كاتبة صحفية إعلامية أديبة بين مصر وبلجيكا، مراسلة في أكثر من 5 جرايد، المساء العربي، ستات شاطرة، قناة الحدث، وبرنامج كل إيجابي. بشكركم جميعا وبشكر زوجي دكتور أحمد ممدوح مختار استشاري جراحة العظام في مصر. شكرا ليكم الإعلامية نور حلمي، بحبكم جدا. شكرا ليكم وشكرا لكل الحاضرين. شكرا ليك يا فندم، نورتينا ومبروك على التكريم. في حد كان ليه دور